أهلا بحضراتكم. لو هنتكلم عن المشروبات اللي كلنا بنحبها وهنلاقي إن فيها فايدة وقيمة غذائية عالية جدا وكمان صحية، هنلاقي على رأسها الكركديه. الكركديه من أفضل المشروبات اللي قيمته الغذائية وفوائده كبيرة، وده لأن أزهار الكركديه الحمراء بتمتاز باحتوائها على نسب كبيرة جدا من فيتامين سي، وكمان فيها قدر عالي من الأحماض العضوية والأمينية والمعادن الكتير. البوتاسيوم يعني عنصر تواجده وتركيزه في الكركديه مميز جدا. كمان مركبات الفلافونيد والمادة الأنثوسيانين اللي هي اللون الأحمر الجميل، اللي بتعد من أحد أهم مضادات الأكسدة اللي بتقضي على الأجسام الحرة المسببة لأمراض كتير في الجسم، خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية. الكركديه كمان بيتحكم في الضغط. تخيل حضرتك تناول الكركديه بيقلل ضغط الدم بنسبة تصل تقريبا ل10 نقاط، يعني ممكن ينزل من 130 ل 120 بس بتناولنا للكركديه. كمان الكركديه مضاد رائع جدا للالتهابات والجراثيم ومضر كمان للبول، ده بيخلي الجسم يتخلص بسهولة من السموم. كمان الكركديه زي ما قلنا انه مش بيخفض الضغط فقط، لكن بيخفض كمان الكوليسترول وبيقلل مستوى الدهون الثلاثية، وبالتالي بيحمي القلب والأوعية الدموية وبيحافظ على صحة القلب ونشاطه. كمان الكركديه بيعدل مستوى السكر في الدم عند مرضى السكر من النوع الثاني، وده يعني بيخلينا ناخد بالنا من أهمية مشروب جميل جدا قد نتناوله بصورة في صورته الباردة أو سخن. وكمان الكركديه ما ننساش أنه بيساعد على علاج أمراض الكبد. الكركديه في المقدمة أو في الأساس بيحارب جذور حرة في الجسم اللي بتبقى مسببة لتأكسد الخلايا، ودي بتسبب بعض الأمراض الخطيرة اللي منها السرطان لا قدر الله. فلذلك الكركديه بيعد مضاد للسرطان رائع جدا، وده لأن في بعض الأحماض المفيدة الغني بيها اللي بتخلي نمو الخلايا السرطانية بطيء جدا. وكمان لأنه بينشط الجهاز المناعي، زي ما قلنا إن فيه فيتامين سي بمعدل عالي، وبيقلل كمان من التشنجات والآلام المصاحبة للدورة الشهرية عند السيدات. الحقيقة كمان ان الكركديه رائع جدا انه بيستعيد التوازن الهرموني، وبالتالي بيساعد على محاربة الاكتئاب. وزي ما قلنا الحاجات الجميلة، نقول كمان ان الافراط في تناول الطعام وتقلبات المزاج بيبقى تناولنا للكركديه مرة او مرتين خلال اليوم رائع جدا جدا في انه بيخلينا يخلصنا من المزاج السيء ومن امتلاء المعدة بقدر عالي. عايز اقول ان تهدئة الجهاز العصبي وبيخفف من القلق، وكمان بيساعد على عمليات الهضم المختلفة وبيعالج الامساك. كل دي فوائد للكركديه، واحيانا بنستخدمه في الرجيمات. بيبقى من اهم المشروبات اثناء اعداد الدايت او النظم الغذائيه لانزال الوزن والتخلص من السمنه. وكمان بنقلل بمستوى امتصاص النشويات والسكر في الجسم بتناولنا للكركديه، لكن فقط لا نكثر تحليته بالسكر بمعدل عالي، وبرضه الاكتار منه او تناولنا ليه بكميه كبيره ضار. فالاعتدال مهم جدا. احافظ على صحتي وعلى كل خصائص الاغذيه ومدى الاستفاده منها بتناولنا قدر معتدل من كل صنف حتى لو كان صحي. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير واستشاري التغذيه العامه والصحه. اهلا بحضراتكم. لو هنتكلم عن